انعقدت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة جلستها الأولى في ملف التحرش الجنسي المعروض على أنظارها، والمتهم فيه طبيب أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. وقد قررت هيئة الحكم تأخير الجلسة إلى غاية 25 أبريل الجاري، كما قررت عدم تمكين المتهم من السراح المؤقت الذي طالب به دفاعه. انت تعرضت لواحد التحرش من طرف طبيب، وهي ليست اصلا بمريضه، هي ذهبت مرافقه للزوج ديالها، والحمد لله هي دابا صمدت وفجرت مساله التحرش اللي يعني ماشي على ودها غير هي، مي على ود مجموعه المظلومات اللي ما قدوش يقولوا لا للتحرش. بزاف منهم اللي اتصلوا بها وقالوا لها سميتو دعاء، حنا انك انت قديتي تهرسي هذا الطابو، هاك ساندينا، حنا ما قديناش نهضروا في هذا الموضوع. عندي ثقه كبيره في القضاء انه غادي ينصف بنتي، وماشي غير بنتي، غادي ينصف جميع المظلومات. الطبيب عالجت عنده اول مره في 2018 وثاني مره في 2023 في هذه العشر الاواخر ديال رمضان. ما كنتش عارف لا سوابق ديالو في هذا الموضوع لا حتى حاجه. خديت الزوجه ديالي رافقتني، مشيت عند الطبيب، دخلنا للعياده ديالو، وخلال العلاج وانا كنت كنشوف في الحيط اون فاس ليا عاطيه بالظهر، تما قام بالعمليه ديال التحرش بالزوجه ديالي. واجهته بالامر، طلبني وقال لي الله يخليك انا مزاوق بلا شوها، جلسنا نتفاهموا نهضروا الى اخره. تما تاكدت باللي راه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. خرجنا من تما، لحقتني لانفيرميير ديالو حتى هي كتطلب وكتقول لي سمح لنا وهذه. داك الشيء اللي خلانا حنا نلجؤوا للقضاء وناخذوا حقنا بالقضاء. السيد هذا اكتشفنا فيما بعد بانه ماشي غير حنا اول ضحيه، ولكن كاين بزاف ديال الضحايا اللي ما قدروش يتابعوه لا في القضاء، خوفا من المجتمع وخوفا من الظروف الى اخره. ما كانش واحد الثبات من عند الله سبحانه وتعالى. كون ربما انا اليوم حدا القضاء بتهمه القتل والى اخره. وتزامنا مع أولى جلسات هذه المحاكمة، نظمت العديد من الفعاليات المجتمعية وقفة احتجاجية صامتة أمام قصر العدالة بوجدة، رفعت خلالها شعارات: كلنا دعاء، لا للتحرش، لا للصمت، لا للتطبيع مع التحرش. شبكة من النساء جئنا اليوم لكي نؤازر ضحية دعاء عن تصرف مشين وقع فيه طبيب. المفروض أن المواطن المغربي يستأمنه على صحته الجسدية وصحته النفسية. نطالب العدالة تلحق بهذا الطبيب أقصى عقوبات كي نقطع الطريق مع كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المواطن وبكرامته وبشرفه. هذه الاتهامات اللي كتبين القرائن بأنها فعل موجود، طبعا موكولة للقضاء وحده للبث فيها ولإنصاف الضحية ولوضع حد عته الممارسات.